بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن والله من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. بكاك دعاء ندبتكم مع العهد، وقد ملا نحيبي أيها المهدي. هاي بعد ليلة صاحب الزمان وليلة الحسين، وهي ندبة الشاعر يقدمها لصاحب الزمان سلام الله عليه، يخاطب الإمام المهدي بهذه الأبيات بهذه الكلمات، ويستنصر الإمام المهدي لنصرة فاطمة سلام الله عليها والأخذ بثأرها. بكاك دعاء ندبتكم مع العهد، وقد ملا نحيبي أيها المهدي. متى تدعو لثار الضلع والخد، وتقتل من تعدى يقتل الزهراء. بكاك دعاء ندبتكم مع العهد، وقد ملا نحيبي أيها المهدي. متى تدعو لثار الضلع والخد، وتصلب من تعدى يقتل الزهراء. إمامي إن من يرضى لها الباري، يرضى الله لرضاها فاطمة. إمامي إن من يرضى لها الباري، هوت والأرض شبت من لظى النار. شكت في ضلعها آلام مسماري، شكت في ضلعها آلام مسماري.
وسقط منها قضى عصرا، وسقط منها قضى عصرا. لقد أدموا مقالة بضعة مني، فأمست سيدي محنية المتن. شلون صارت فاطمة سلام الله عليها؟ بقت عليلة بعد هذا الاعتداء، مريضة بأبي وأمي. لقد أدموا مقالة بضعة مني، فأمست سيدي محنية المتن. تنام وعينها تبقى على الأذن، تنام وعينها تبقى على الأذن. ترى الدنيا ظلاما عينها الحمراء، ترى الدنيا ظلاما عينها الحمراء. على ما الصبر يا ابن المصطفى أحمد، يا صاحب الزمان. على ما الصبر يا ابن المصطفى أحمد، وذا عض البتولي كدملج أسود. بغصب سيدي أنفاسها تصعد، بغصب سيدي أنفاسها تصعد. فتخفي الآه عن كرارها صبرا، يعني حتى الإمام علي هم تشكيله. فتخفي الآه عن كرارها صبرا. بعد شو يقول؟ خيالا أصبحت جلدا على عظمي، خيالا أصبحت جلدا على عظمي. تغير لونها من شدة الهضم، اي والله تغير لونها من شدة الهضم. تصلي من جلوس في دجى الهم، وتدعو الله أن قصر لي العمر يا زهراء، وتدعو الله أن قصر لي العمر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ارفعوا أصواتكم بأفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله، الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بحث الاصطفاء وبحث الاختيار وبحث الصفوة من البحوث القرآنية المهمة. يعني هنالك ذوات من الرجال وذوات من النساء، الله اجتباهم، اصطفاهم، اختارهم،
وميزهم وأعطاهم ما لم يعطي لغيرهم. ليش؟ لمقدمات ومؤهلات يختص الله برحمته من يشاء. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهنالك ذوات من الرجال الله اختارهم، اجتباهم، اصطفاهم، فضلهم على غيرهم. وكذلك هنالك ذوات من النساء. من الرجال أنبياء أوصياء أهل البيت عليهم السلام، وعباد صالحون مكرمون. القرآن ذكر جملة من هؤلاء الأنبياء والكاملين والصالحين، بعضهم أنبياء بعضهم غير أنبياء. هسه مثلا الخضر قيل أنه ليس نبي، عبد صالح، فوجد عبدا من عبادنا، أو فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه. هذا هو الخضر عليه السلام اللي بحث عنه موسى بن عمران فوجده على صخرة. فبعضهم أنبياء بعضهم غير شنو أنبياء. كذلك من النساء الله اصطفى واجتبى واختار مجموعة من النساء، مثل حواء أمنا سلام الله عليها، زوجة آدم أبينا سلام الله عليه. حواء يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. طب يعني تعرف يعني ذكر هذا ذوات طاهرة. بعد ومن النساء اللي القرآن ذكرهن وأشار صريحا زوجة فرعون آسيا، وهاي كانت مؤمنة، عكس شنو فرعون اللي هو كان عنوان ورمز للإمبراطورية والعنصرية والإلحاد والكفر. أنا ربكم الأعلى، إيش ادعى بعد؟ طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني تجاوز الحد. زوجتك كانت مؤمنة عابدة موحدة، دافعت عن إمام زمانها وهو موسى الكليم. لما راد يقتله قالت له لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إمام زمانها، لا تخلو الأرض من حجة لله. حتى في زمان أولئك كانت حجة لله في كل لحظة، في كل أرض، في كل شبر أكو حجة لله. أخواني لا تخلو الأرض من حجة لله. هسه مرة ظاهر مشهور ومرة لا، غائب شنو مستور. والقرآن هم يذكر واضرب لهم مثلا، أو ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة شنو فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك. شوف عليه، شوف تطلب هاي المرأة، يعني ما مباوعة للقصر اللي يعدها والذهب والحلي والجواهر والخدم والحشم والمنصب والأمتعة هاي كلها ما مباوعت لها. شوف هذا الإنسان لما يعرف الحقيقة يشوف هاي كلها شنو، هاي حجاب، هاي القضايا. شنو الدنيا؟ شنو قيمتها الدنيا؟ قيمتها رضا الله عز وجل. هاي هي. هسه وين تعيش، شلون تعيش، بيا منطقة عندك، هاي قضايا ثانوية. هم أكثر الواصلين يعني عاشوا الحرمان والهجران. كل اللي وصلوا عاشوا الحرمة، واضح؟ هجران وبعد وقتل وإلى آخره. هو هذا الطريق، يعني حفت الجنة بيش بالمكاره. إخواني طريق الله صعب، خصوصا على اللي يريد يوصل واللي يريد ياخذ مثل الأنبياء. لذلك تشوف النبي صلى الله عليه وآله تعرض إلى بلاءات عجيبة ما يتحملها نبي، لكن في قبالها شنو ورفعنا لك ذكرك.
في قبالها شنو؟ أشهد أن محمدا رسول الله من ذلك الزمان وإلى يوم القيامة. هذا خلود هذا للنبي صلى الله عليه وآله. ابني لي عندك، أنا أريد بيت يمك، هذا بيت الدنيا ما أريده، بيت فرعون، أموال فرعون، سلطة فرعون ما أريدها، ابني لي عندك بيتا في الجنة. زين شنو بيتا في الجنة؟ حتى الجنة هم تقول له ما أريدها، لا بيتا عندك يمك أريد في الجنة. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. مثال معاكس، أنبياء اثنين أزواجهم شنو؟ كانت خائنات كافرات. شوف عجيب. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة منو؟ نوح ولوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. عجيب، أنبياء أزواجهم. إذن القرآن ذكر طائفتين من النساء أخواني، أكو طائفة اجتباها، اختارها، اصطفاها، مؤمنات يعني مثلا الإيمان، قلنا مثلا حواء، مثلا آسيا، مثلا مريم، خديجة، فاطمة سلام الله عليها زوجة موسى، وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. متمال ولا؟ هذني نساء صالحات. وأكو ويا ذني طائفة أخرى يعني تقابل هاي الطائفة من النساء كافرات خائنات، خيانة عقيدة، خيانة دين. واضح اخواني؟ ومثالهن زوجة أنبياء اثنين، زوجة نوح وزوجة لوط، وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله كذلك يعني، وأشد من ذني. واضح اخوان؟ أشد. زين، هذا الاختيار وهذا الاشتباه وهذا الاصطفاء قلنا يراد له مقدمات اخواني، يراد له مقدمات. هسه انت تريد تتوفق للحج، هذا يحتاج لمقدمات. انت تريد تتوفق للصلاة يحتاج الى مقدمات. تريد تتوفق للزيارة يحتاج الى مقدمات. تمام؟ هسه المقدمات نوبات انت شنو تحرك روحك عليها. مثلا تدفع صدقة بنية التوفيق لهذا العمل، او مثلا تقترب تروح للمسجد، تروح للقرآن، تسمع لك مجلس موعظة راحي. هاي تكون شنو؟ سبب، بداية، باب، مقدمة حتى تنال عمل عظيم. حجة، زيارة، صلاة ليل، قراءة قرآن، مساعدة فقير إلى آخره. القرآن بهذه الآية يحكي عن اصطفاء مريم اخواني. هسه هاي مقدمة. تعرفون مريم أمها نذرتها تكون عابدة لله، ما عندها شغل مريم غير أن تعبد الله. إني نذرت لك ما في بطني محررا، أنا أريد تنطيني مولود، هذا المولود أنا ناذرته إلك. هاي أمها. واضح اخواني؟ وفعلا اجت مريم. إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. سبحان الله. فهي كانت عابدة وعاكفة على العبادة في بيت المقدس. القرآن شو يقول عليها؟ هسه هي مو نبي، هي مو نبي من الأنبياء، بس الملائكة حكت وياها. هذا الشيء شو ينطينا؟ ينطينا أنه الملائكة حديثها مو فقط خاص ويا شنو الأنبياء، لا، الملائكة تحكي مع غير الأنبياء. واضح؟ حكت مع مريم. عندنا رواية سلمان المحمدي كان من المحدثين. سلمان المحمدي كان من المحدثين، يعني الملائكة كانت تحدث سلمان. وهذا قرآن اخواني. وإذ قالت الملائكة، قالت
ملائكة يا مريم، الملائكة تحشي ويا من؟ ويا مريم. يا مريم إن الله اصطفاك. عجيب، الله عز وجل اصطفى هذه المرأة. إن الله اصطفاك يعني اختارك، اختيار يعني. إن الله اصطفاك وطهرك. النوب راح يعيد يقول واصطفاك، يعني اصطفاءين، اصطفاء أول اصطفاء ثاني. الاصطفاء الأول يسمونه اصطفاء مطلق، يعني اصطفاء الكمالات، العفة، الطهارة، العصمة، العلم، المعرفة، التقوى إلى آخره. الاصطفاء الثاني شنو معناها؟ واصطفاك على نساء العالمين، يعني خلاك أفضل نساء زمانك. وفعلا هي كانت أفضل شنو؟ نساء زمانها. أنا هذا باب إخواني، هاي مقدمة تبي أسولف. أنا إيش عندي يا مريم؟ أنا عندي قضية وين؟ يا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فاطمة روحي لها الفداء. سبحان الله، أنت هسه لو تجيب ظلامة مريم وتخليها وهي جزئية من ظلامات الزهراء ماكو قياس اخواني. مريم كل اللي تعرضت له انه لما وضعت بعيسى قالت يا رب ايش راح يقولون علي؟ مو هذا ايش راح يقولون علي؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هسه انا ما اريد اسوي مقارنه بين السيده مريم والسيده الزهراء، هو مقارنه ماكو بين مريم وبين منو؟ الحوراء زينب اللي اجت للحسين لقيتها شنو؟ عباره عن دماء. بعد واقعه كربلاء اخواني قدامكم هي، وتجي زينب سلام الله عليها ايش قالت؟ شنو ضربت خدها زينب؟ قالت ليش يا ربي؟ لا، قالت اللهم تقبل منا هذا القربان. شوف التسليم المطلق اخواني، تسليم مطلق المن؟ لله. خذ حتى هذا التسليم المطلق اخواني، اعلى الدرجات هو ان الانسان يسلم اموره لله ويسلم تسليما، ماكو اعتراض. فصبر جميل. شنو معنى الصبر الجميل؟ ما بي شكوى للمخلوق، هذا الصبر الجميل. احنا شويه تضيق بين الامور اذا ما سولفناها باليوم الواحد الاربعه خمسه سته سبعه. لا، الائمه عليهم السلام مثل يعني كلام يعقوب، انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. الامام الصادق عليه السلام، هاي نقطه مهمه، الامام الصادق ومن قبله رسول الله صلى الله عليه واله في روايات متعدده ان سئلوا قالوا له يا رسول الله يا ابا عبد الله انتم تقولون فاطمه سيده نساء العالمين، جيد، زين القرآن هم يقول مريم سيدة نساء العالمين، هم الله اصطفاها على نساء العالمين. إذن ماكو شنو؟ ماكو ميزة، ماكو خصوصية لفاطمة. إيش قال؟ قال أما مريم فكانت سيدة نساء زمانها. سيدة نساء شنو؟ زمانها، وقتها، عصرها. وأما فاطمة فسيدة نساء العالمين بهذا القيد من الأولين والآخرين. انتهت بعد هاي. شوف، يعني فاطمة مو سيدة نساء عالمها فقط، لا، من الأولين إذن هي سيدة حتى على مريم. طبعا كل الكتب يعني أغلب كتب المفسرين، تفسير المنار، القرطبي، تفسير المراغي، التفسير الكبير، هاي مراجعة سريعة، نقلت أنه قالوا النساء الكاملات المبشرات بالجنة أربعة، هي مريم وآسيا، واضح، وخديجة وفاطمة. رواياتنا ايش قالت؟ قالت صحيح اني أربعة، الله اختارهن واصطفاهن واشتباهن، هذن بنات تفاضل، يعني وحدة
أفضل من الثانية، الثانية أفضل من الثالثة، الثالثة أفضل، أفضلهن هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هسه هذا شلون إخواني؟ شلون نقدر نكتشف أفضلية فاطمة على غيرها؟ مرة عن طريق الآية ومرة عن طريق الرواية. عن طريق الآية هواية، من عندهن اثنين بدون تفصيل. شوي راح أحط إشارات سريعة حتى أتقدم البحث. آية التطهير قالت لك إياها، الآية 33 من سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هاي إرادة إلهية، إنما يريد الله، ما أدري أفصل لك بالآيات والكلمات. هاي إنما حصر، يريد هذا مضارع، الفاعل الله، ليذهب عنكم، مو عنكم، لا عنكم. لأن البعض ايش قال؟ قال هاي الآية خاصة بنساء النبي. واضح؟ ليش قال هذا الكلام؟ لأن هذا المقطع من الآية قبله وبعده خطاب علما للنساء النبي، فقال هاي ما عليها، هاي ما عليها بأهل البيت. لا، علمانا تبع الروايات يقولون هاي خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين في حادثة الكساء. واضح اخواني عندكم؟ هاي آية أولى. آية ثانية المباهلة، لما انباهل النبي نصارى نجران، سامعين بها المباهلة اخواني؟ زين، النبي قال انتم روحوا جيبوا افضل الناس عندكم وانا هم شنو اجيب افضل الناس عندي. بعض المسلمين قاموا يترقبون، قالوا النبي راح يجيب من وياه، اكيد لان هو قال جيبوا افضل واحنا شنو نجيب افضل. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جيد، اجى النبي جاب من وياه؟ جاب فلان وفلان؟ لا، جاء بعلي وفاطمة والحسن والحسين. شي يدل هذا؟ يدل انه ذولا افضل الموجودين، ماكو غيرهم، ولو كان موجود غيرهم كان جابه. شلون الرايه؟ لا اعطين الرايه غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله على يديه. فلما جاء الغد قال اين علي؟ خذ الرايه علي. شوف اخواني، هاي النبي مجرد يعني يوصل هاي الحقائق للناس عن طريق الرواية. اخواني ما طولت عليكم ان شاء الله. اكو رواية ما قبل حمل فاطمة ورواية اثناء حمل فاطمة. ما قبل حمل فاطمة فقصة عجيبة. حمل فاطمة الزهراء سيدة خديجة لما حملت بفاطمة، هاي القضية ما صايرة مع كل النساء، يعني حالة فردية. النبي كان قاعد في مكة هو ومجموعة من أصحابه، من ضمنهم عمار وعلي بن أبي طالب وآخرين. هبط عليه جبرائيل. اسمعوا شباب، هاي كل هالحادثة راح تصير حتى تنعقد نطفة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حتى نعرف فاطمة شلون صارت فاطمة، كيف بلغت انه من الولادة. شوف الاختيار شلون راح يصير، القضية شلون راح تصير، قضية كلها إلهية. نزل جبرائيل قال يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويأمرك أن تعتزل خديجة 40 يوما. واضح؟ فعلا النبي صلى الله عليه وآله أرسل علم إلى خديجة أنه أنا راح أعتزلكم، وهذا أمر إلهي، يعني مو أنا مثلا باختياري، لا هذا أمر إلهي أنه أعوذكم 40 يوم، وأنا راح أروح من بيت فاطمة بنت أسد والدة الإمام علي سلام الله عليه.
هاي السيدة جليلة أخواني، عظيمة هاي السيدة. النبي لما ماتت فاطمة بنت أسد قال اليوم ماتت أمي، قال على فاطمة بنت أسد. كانت تحب النبي محبة عجيبة أخواني، تقدمه وتفديه على أولادها الأربعة، جعفر وعقيل وطالب وعلي. لذلك النبي شيعها ونزل في قبرها ولقنها وبكى عليها بكاء شديدا. قال اليوم فقدت بر آل أبي طالب. هيك يعني كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيت أبو طالب بعد، هو أبو طالب وزوجة أبو طالب وأولاد أبو طالب، هم ذول حماة الإسلام، حماة نبي الإسلام. هو الإسلام هو منطلق من هنا أخواني، كل هالملات النبي منطلقات من هذا البيت، من بيت أبو طالب. زين 40 يوم النبي عايف خديجة، نزل الأمر قال له اليوم تروح إلى بيت خديجة. وخديجة هم كانت اشتاقت للنبي صلى الله عليه وآله. تعرف بعد أنت علاقة السيدة خديجة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، علاقة عجيبة. السيدة خديجة أعطت كل ما لديها في تصرف النبي صلى الله عليه وآله، والنبي قال ما أبدلني الله بخير منها. لما ماتت خديجة وقام يبكي بعض نساء قالت لا سيدي عجوز ماتت، شنو هذا البكاء وهذا الجزع؟ وقد أبدلك الله بخير منها. النبي نفى هذا الكلام، قال لا ما أبدلني الله بخير منها. انطتني الناس حرموني، دافعت عني الناس قاتلوني. بعد خديجة أخوان سيدة هي كانت أفضل أزواج النبي وأحبهن إليه. مهم أخواني بعد 40 ينزل الأمر يقول النبي تروح اليوم إلى بيت خديجة. وفعلا أرسل النبي صلى الله عليه وآله وذهب إلى بيت خديجة. وقال له طبعا يصوم، كان يصوم النهار ويقوم الليل. قال له اليوم تجعل إفطارك وين؟ فيقولون نزل طعام من الجنة للنبي صلى الله عليه وآله. بعض الروايات حددت أنه هو يعني رطب من الجنة وعنقود من العنب. يقول أكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله شبعا وشرب من الماء ريا، يعني ارتوى النبي صلى الله عليه وآله. زين طعام من الجنة. وقال الإمام علي قال له هذا الطعام محرم إلا علي، قال ما حد يأكل من هذا الطعام. يقول النبي كان من يفطر يفتح الباب أي واحد من الناس مستطر يقول له تعال افطر يا النبي، إلا في هذا اليوم قال الإمام علي ادخل واحد يدخل علي، هذا طعام خاص، طعام خاص هذا. فعلا النبي أكل شرب، أخذ جبرائيل يصب عليه الماء، إسرافيل ينطي المنديل، شنو هذا؟ ارتفع فاضل الطعام إلى السماء هو والإناء. راح النبي دخل على خديجة. تقول خديجة كانت من عادة النبي أول ما يدخل للبيت يطلب ماء يتوضأ يصلي ركعتين خفيفتين، ركعتين سريعات. أول ما يدخل يقول هاي النبي ما سواه، مباشر تقول أقعدني على فراشه وواقعني، وكان بيني وبينه ما بين الرجال والنساء. تقول يعني النبي ما لم يبتعد مني حتى شعرت بحمل فاطمة سلام الله عليه، حتى شعرت بحمل فاطمة سلام الله عليه. هسه هاي الحادثة أخواني وين أكو امرأة في عالم الوجود قضية شنو؟ انعقاد نطفتها بهذا الشكل، انه يجي جبرائيل يقول له عوف زوجتك 40 يوم، يصوم النهار يقوم الليل يتعبد يشتاق لزوجته، ينزل طعام من الجنة، إسرافيل جبرائيل ميكائيل، ويروح وتصير هاي القضية تنعقد. يقول له اليوم راح تجي شنو؟ راح تنعقد نطفة فاطمة الزهراء، وهي بعد من عندها تصير السلالة لأهل البيت عليهم السلام. هاي ما قبل الحمل. في أثناء الحمل طبعا نساء قريش هجرا خديجة، لحد يروح لها، أي واحد ما يخلنا يروح الخديجة من النساء، هجرنها وقاطعنها مقاطعة،
ليش؟ لأن تزوجت النبي صلى الله عليه وآله. حرب إخواني، حرب. لكن سبحان الله، فاطمة الزهراء وهي حمل في بطن أمها كانت تحدث أمها. يدخل النبي يسمع خديجة سولف، يقول لها يا خديجة مع من تتحدثين؟ يا من جاي سولفين أنت؟ قالت أحدث الجنين الذي في بطني. هاي فاطمة الزهراء جاي تونسني، لأن نساء قريش تركني. شوف اخوان العناية الإلهية. أقول الإنسان لما يقدم شيء لله أكو في قبال هذا الشيء عناية. إن تنصروا الله ينصركم. فأنت إذا تريد من الله عز وجل محبة، قرب، توفيق، زيارة، أي شيء، لازم أكو شنو؟ أكو شوية كون تقدم، تهيئ مقدمات. حتى الجنة الله من يسولف عليها شو يقول؟ لا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عاشوا الحرمان أهل البيت عليهم السلام. يعني هاي أبطونهم ما شبعت، وهذا مو فقر إخواني، لا، هو الخير اللي يعدهم والخير اللي يجيهم هذا كله وين؟ في أيدي الفقراء. وهاي قضية الإطعام، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا. 3 أيام صايمين إخواني، يفطرون على خبز، هم ما يأكلونه، يجي الفقير، يجي السائل، يجي اليتيم، و3 أيام يبقون بدون أكل. يعني الحسن والحسين أشرفوا على الموت إخواني. فاطمة الزهراء تتمرض. شوف هاي القصة الحلوة اللطيفة. مرضت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، دخل عليها علي عليه السلام، قال لها يا فاطمة أنت مشتهية شيء؟ أنا اليوم أكون في خدمتك. شوف هاي الأخلاق إخوان. الشعور بالغير مهم ترى. الشعور بالغير هاي ثقافة، هاي محبة، هاي بعد، هاي توفيق. هو ليش الله خلى قيمة الإيثار؟ لأن الإيثار شنو؟ شعور بالغير. ويؤثرون على أنفسهم. قالت له أنا ما أقدر أشق عليك، لأن أبوي قال لي ليش تشقين على علي؟ علي متعب، إسلام وجهاد وقتال وكلها عليه، ليش تشقين عليه؟ قال لا أنا اليوم كون أقضي حاجة إلك. قالت له أنا مشتهية رمانة. عجيب، يعني فاطمة الزهراء تعرفون قبل إخوان العمل متعب، الطبخ متعب، حطب وشغل، حتى هذا يعني وضع الخبز هم صعب، رحى وطحن وإلى آخره. حياة صعبة، حياة خشنة كانت إخوان قبل، حياة خشنة. والإمام علي يعني أغلب وقته هو خارج البيت. زين فاطمة الزهراء وين تنظر إخواني؟ هي امرأة، زين هي عندها تكليف شرعي. هي أول شيء بنت لنبي الإسلام، زوجة لفتى الإسلام، أم لأبطال لحماة الإسلام. هاي كلها واجبات قدام فاطمة الزهراء، ولازم هي تصير قدوة. فهيك إخواني إنه تطلب خادمة. هسه أجيك على قصة الرمانة ما ناسيها. تطلب خادمة، ومو هي اللي طلبت، هي طلبت بلسان، مو بلسان يعني نسميه المقال، بلسان الحال. قالت أريد خادمة. هسه الإمام علي راح لعله برواية، هو راح للنبي قال له فاطمة متعبة وكذا، ما انطاها خادمة. ليش ما انطاها خادمة؟ انطاها التسبيح، انطاها تسبيح فاطمة الزهراء، هذا أفضل لك من الخادمة. هو يقول لها يا فاطمة تجرعي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة. واني شوف مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، شيء في قبال شيء. أنا طولت عليكم إخواني، تعبتكم، فاعذرونا، الله يحفظكم إن شاء الله بحق الزهراء. المهم يطلع الإمام علي يدور له على الرمانة. الظاهر كان مو موسم الرمان، راح للسوق ما لقى رمان. شافه واحد قال له شو تدور يا أمير المؤمنين؟ قال له والله أريد رمان. قال له رمان ماكو بالسوق. أكو واحد يهودي
يهودي اسمه شمعون، هذا جايب أو خازن رمان موجود عنده ببيته، راح للإمام علي. هسه هم نفس هاي الرواية يقول أكو، يعني رواية يقول الإمام استقرب، يعني خذاله درهم دين بالدين، واضح؟ يريد يروح يشتري رمان لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. فعلا دخل على اليهودي قال له أريد رمان، قال له ما عندي، نفذ خلص. قال له لا عندك وحدة موجودة. طبعا أهل البيت يعرفون الغيب، يعرفونه، بس هم ما يتعاملون بالغيبيات، لا يعاملون الناس بالأمور الطبيعية، أما الغيب والأسرار موجودة عندهم. بس هم يقول إنما أنا بشر، خلص ما يعامل الناس إعجاز ومعجزة وبراهين وكذا. ايش عنده الضرورة، بعض المواقف ممكن تتطلب إمام يطلع معجزة، يسوي حادثة يسوي، بس هو يتعامل بالوضع الطبيعي، يمشي في الأسواق، يأكل ويشرب إنسان أكثر من الاعتيادي. لذلك يقول النبي إذا قعد بالمسجد ودخل شخص غريب للمسجد ماكو شيء يميز النبي، يعني قاعد حاله حال الناس، اجلس حيث ينتهي بك المجلس. هاي وين اليوم؟ اجلس حيث ينتهي بك المجلس. اكو بعض الشخصيات اجتماعية غير اجتماعية يكون مكان مخصص له، إذا ما قعد بهذا المكان يصير زعله، تمام ولا لا؟ بعضهم لا يرسل له واحد قبله يقول له هيئ لي مكان زين، بعضهم لا يقعد حتى من يجي صاحبه أو هذا العنوان يقول له قوم تعال 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 قعد بمكاني. وهاي القضايا كلها شوفونها اخواني. زين وين اجلس حيث ينتهي بك المجلس؟ هي هاي الاشياء اللي ترفع الانسان؟ لا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، هذا الميزان، هذا الميزان اخواني. قال له عندك رمانه بعد؟ بهلا تنازل وش تصاحت؟ قالت له نعم عندنا رمانه. الامام يقول فرح، اخذ الرمانه راح فرحان مشتري رمانه لفاطمه الزهراء. بالطريق شافه واحد مريض مسكين، شاف الامام علي جوعان، شو تريد؟ قال له والله انا مشتهي رمان. شوف الامتحان والاختبار. زين الامام علي يترك هذا فقير؟ ها ما يتركون فقراء. الامام هم شنو قال؟ خلي اقسمهم قسمين. القسم الاول قام يفرط رمان ويوكل هذا المريض، قال له والله اريد بعد. زين ينطيه النصف الثاني، انطاه النصف الثاني. قال هسه شو اسوي بعد؟ انطيه النصف الثاني واحنا بعد كون نصبر. رجع الامام علي حزين باكي بابي وامي. دخل شاف الطبق من الرمان، هم رمان خاص امام فاطمه الزهراء سلام الله عليها. فاستغرب. سيدة الزهراء قالت له لا عليك يا أبا الحسن، قامت وحضنته وقبلته من جبينه. لقد جاءني رجل، هسه رواية تقول اجى سلمان المحمدي جايب هذا 9 رمانات، هذا النبي أرسله لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. الإمام قال له لا بعد وحدة، هن 10 مو 9. قال له شلون؟ قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. كان يطلعها سلمان من جيبه. قال له صحيح 10 رمانات دزن النبي. أكلت الزهراء من هذا الرمان اخواني. حرمان اخواني، حياة صعبة عاشتها في بيت النبي. يجيها النبي يطلع رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو الناس يقابلونه بالشتم والسب والضرب. معاناة في بيت الإمام علي. يجيها الإمام علي إذا راح المعركة عبارة عن يعني قطعة من الدماء، قطعة من الدماء الإمام علي إذا دخل معركة. صعبة، قضية صعبة أخواني. وهاي كلها الزهراء شافتها، وشافت الظلامة اللي شنو اللي صارت بعد رحيل نبي الإسلام صلى الله عليه وآله. شنو هاي الظلامة؟ وأنه يصير اعتداء على بيت فاطمة الزهراء، هذا البيت اللي الله يعظم هذا البيت. في بيوت أذن الله أن ترفع. اقرأ روايات البيت شو يقولون؟ هذا يا بيت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الإمام باقر يقول هي بيوتنا، هاي بيوتنا هاي.
ما يدخل النبي حتى يستأذن على فاطمة الزهراء. شوف شلون ينطي أخلاق هذا المعلم، حتى لو كان أب، لكن أكو حرمة للبنت إخواني، أكو حرمة. الأب البنية إذا طلعت من بيتها خلص بعد راح تصير ولايتها علما لزوجها إخواني. حتى يقول فد مرة اليهود صارت عندهم خطبة، يعني حفل زفاف الوحدة من نسائهم، فإجوا يردون يطلبون حضور فاطمة الزهراء. اجوا للنبي قالوا له اريد فاطمة الزهراء تشرفنا بهذا العرس، بهذه الحفلة، حفل زفاف. فالنبي قال بعد انا امر فاطمة الزهراء بزوجها يم الامام علي. هسه بعض الاباء تشوفه مثلا اليوم هو مزوج بنته، لكن لأبسط القضايا يروح مثلا إلى بنته يجيبها لعله حتى بدون استئذان من زوجها. هذا شيء مو صحيح إخوان، شيء مو صحيح. هسه خواتها جايات، أكو عيد ميلاد، أكو مناسبة موجودة صحيح، بس أكو رجل موجود، سلام عليكم فلان رايدين اليوم بنتنا تعطونا إذن لولا. أخلاق إخوان، هاي أخلاق الإسلام. يجي النبي يدق الباب، تطلع فاطمة لم تستأذن؟ أبا البيت بيتك والحريمة حريمتك. بني فاطمة إن ربي أمرني أن أستأذن، أنا مو بكيفي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. لا تدخلوا بيوتا غير، شايفين بعض الناس مع الأسف مباشر يدخل، اكو شيء اسمه باب، اكو شيء اسمه حدود اخواني، اكو شيء اسمه استئذان، تنحنح روايه يقول على الاقل، يعني هاي آداب كل واحد يبوع لها، هاي نتعلمها من النبي صلى الله عليه واله. ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. اخواني طولت عليكم، انا كل ساعه اقول طولت عليكم واختم. اخواني مشكلتنا احنا اليوم يرادنا بس تطبيق بالشارع، هذن اللي قاعد نحكي هنا يراد لهم تفعيل بالشارع، تفعيل بالبيت، بالحياة الاجتماعية، بالحياة الزوجية، تطبيق ولو جزء. هسه نطبق تطبيق، لا ينطبق علينا هاي الآية، لا تنطبق علينا هاي الآية يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله. لا، خلي هاي الآية تنطبق علينا. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أنا وياك اليوميا نتبع لنا سنة، مثلا من السنن الوضوء قبل النوم، من السنن الصدقة، من السنن صلاة الليل، من السنن تستقبل الشهر بركعتين بصدقة بعمل. هاي سنن مستحبة إخواني. أكو سنن خاصة بالأيام، خاصة بالأمكنة إلى غير ذلك. ظلامات الزهراء عاشتها بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله إلى درجة يوصل بجرأة القوم أنه 300 شخص مسلح، 300 شخص إخواني. روايات نقول ترى قضية صارت واضحة إخواني، بعد أوضح من الشمس في رائعة النهار. كل كتب المسلمين تنقل حادثة الاعتداء على بيت فاطمة سلام الله عليها، وهي ماتت شنو؟ واجدة غاضبة ساخطة على فلان وفلان، ما رضت عنه أبد. وهذا واحد من الأسرار، أنه تفني إذا نامت العيون وهدأت الأصوات. وليش ما شيحها؟ ليش ما دفنها قدام الناس؟ ليش ما صلى عليها قدام الناس؟ حتى لا تحضر هذه الثلة المنحرفة الضالة المضلة اللي قتلت النبي وقتلت بنت النبي وقتلت وصي النبي وقتلت أولاد النبي. وإلا النبي شنو النبي قاعد يمشي وقع. من الذي قتل النبي؟ عرفنا شلون انولد النبي، بس ما قالوا لنا من الذي قتل رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو السبب يعني؟ ما منا إلا مسموم أو مقتول، هو منهم ولا خلاص بعد. 300 شخص يجون إلى بيت فاطمة، اعتداء إخواني، شتم وسب
ولعن ونار وحطب وتجاوز، هذا كله اخواني يدخل تحت عنوان شنو؟ اعتداء. اعتداء. لا تروح لي على شنو؟ كسروا ضلعها، هاي وحده من قضايا. فقالوا له الخليفه الثاني ان في البيت فاطمه، دير بالك، وانت تعرف شنو فاطمه الزهراء؟ الناس مسلمين يعرفون حرمه هذا البيت، سامعين كلهم انه النبي قايل شنو؟ فاطمه بضعه مني، من آذاها فقد يغضب لغضبها يرضى لرضاها. المهم قال وإن خلص بعد. وحصلت الجريمة وحصلت الواقعة اللي هدت أركان السماوات والأرض إخواني. ويقوم علي عليه السلام بعد هذا الاعتداء يقوم بتنفيذ وصية الزهراء، أخذ يغسلها بأبي وأمي. وبينما علي عليه السلام يغسل بالزهراء جلس جانبا باكيا. أسماء تقول له سيدي يا أمير المؤمنين، أنتم سادتنا قادتنا تعلموننا تأمروننا بالصبر، فما هذا الجزع؟ قال يا أسماء لا تلوميني، فلقد رأيت والله فلقد رأيت والله ضلعين من أضلاع فاطمة مكسورة، رحم الله من نادى وفاطمة. سيدي يا أمير المؤمنين، ضلع واحد أخذ منك هذا المأخذ، كيف بك لو رأيت تلك الأضلاع، أضلاع الحسين الشهيد، وهي قد طحنت ضلع واحد يا علي وهد حيلك، ضلع واحد يا علي وهد حيلك، ضلوع حسين شتسوي لك؟ الإمام قاعد بالخربة وقالت له زينب انه اشوف الكون تغير. قال لها عم زينب ارفعي طرف الخيمة. نظر إمامنا السجاد إلى المعركة، قال عم زينب لقد قتل والدي الحسين. وهو يقول لقد سمعت أضلاع أبي الحسين تتكسر. وهنا خرجت زينب راحت إلى جسد المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ايش قالت له؟ تقول له خويا نايم يا خي شلون نوم، وحر الشميس غير رسومه، يعالج بالشمس من خطف لونه، ولا واحد بحلقه ماي قطار. بويا علي بويا علي اللي الهود ونحر موضعي فما لي احد. ساعد الله قلبك يا زينب. بويا علي اللي الهود ونحر موضعي فما لي احد. بمن يا بويا القلب يضمد بالحسين هل عندي يمدد.
وبن والد العباس ما رد خلصوا هلي الله وحد.